ازاي تبقى خايف وتعبان ومفيش حاجة ترضي قلبك؟ بص يا صاحبي، الراحة مش بتيجي من الناس ولا من الفلوس ولا من الشغل اللي بتشتغله. الراحة الحقيقية بتيجي من جواك. ربنا قالها في القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني بمعنى صح، الراحة مش بتيجي من الشرب ولا من اللبس ولا حتى من الكلام الحلو اللي بنسمعه من الناس. عارف لما تظبط علاقتك بنفسك، ولما تسامح نفسك على الغلطة قبل ما تعاتبها، وكمان لما تحضن ضعفك قبل قوتك، ساعتها الدنيا هتبدأ تبتسم لك. وزي ما قال دالي لاما: inner peace begin the moment you choose not allow another person or even to control your emotions. فالسلام الداخلي بيبدأ من أول ما تقرر ما تخليش حد ولا حدث يتحكم في مشاعرك. وبالعربي كده، اللي يرحم نفسه هترحمه الناس، وصدقني اللي يرحم قلبه ربنا هيكرمه براحة مفيش زيها. ولو حسيت ان الكلام ده محرك جواك حاجه، فاستناني الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن اول حاجز نفسي بيمنعك توصل للسلام الداخلي. فاعمل لاف وفولو عشان يوصل لك الفيديو، وما تنساش الكومنت الجميل بتاعك.